مرحبا فيكم بيوم جديد وبحلقة جديدة من برنامج بتعرف ولا لا، وكل عام وانتم بألف ألف خير يا رب. معكم أنا ناردين الشريف، أحد أفراد مجموعة ساند الشبابية التطوعية المقدسية بالشراكة مع مؤسسة إيليا للإعلام الشبابي ولجنة تجار صلاح الدين. حبينا إنه نقدم هذا البرنامج من قلب مدينة القدس بطريقة نقدر نفهم فيها صورة القدس بعيون شبابها، بالإضافة نقدر نقيس وعينا كشباب مقدسيين عن مدينة القدس. حابين تعرفوا أكثر عن البرنامج؟ خليكم معنا. رح نبلش جولتنا اليوم في باب الساهرة. باب الساهرة اللي بيعد من أهم أبواب سور القدس. طبعا أهميته هي حالية وقديمة. قديما كان مكتسب أهميته كونه خط دفاعي أول لمدينة القدس ضد الهجمات اللي بتصير عليها، خاصة أنه هو من الأساس عبارة عن برج دفاعي. من أهم كمان ما بيميز باب الساهرة أنه أمامه يقع في المقابل منه الشارع صلاح الدين اللي يعد أهم شارع تجاري في مدينة القدس. لما ندخل على باب الزاهرة بنبلش بحارة السعدية، باب حطة، وصولا لباب الغوانمة اللي رح يوصلنا للمسجد الأقصى المبارك. هلأ رح ندخل ونشوفه من جوا. تفضلوا معنا. مرحبا. هلا مرحب. كل عام وانت بخير. وانت بخير. ممكن تعرفنا عن حالك؟ فادي الخطيب من البلدة القديمة. فادي الخطيب من البلدة القديمة، أهلا فيك. وحضرتك؟ أبو هاشم من القدس. أبو هاشم من القدس، أهلا فيكم. إحنا برنامج اسمه بتعرف ولا لا، بنسألكم أسئلة، في حال إذا عرفتوا الإجابة بتكسبوا معنا جائزة، تمام؟ طيب. أوكي، السؤال بيحكي شو تاريخ استشهاد عبد القادر الحسيني وفي أي معركة استشهد؟ معركة القسطر سنة 48. صحيح. في معركة قسطر باب الواد 48. طيب واللي جاوب أول؟ أنا اللي جاوبت. أنا جاوبت. معركة اسمها معركة باب الواد سنة 1948. هي معركة مش باب الواد. قسطر ولكن معركة. طيب حددوا موقف، مين الفواز؟ اللي جاوب أول. اللي جاوب أول؟ بدك شيء. طب خلينا نخلص هذا السؤال. أنا قلت لك معركة القسطر سنة 48. صح، أنت جاوبت أول. هيك بتفوز معنا بجائزة مادية بقيمة 100 شيكل من مؤسسة إيليا للإعلام الشبابي. يلا نعمل فيهم شو بتوصل رسالة لأهل القدس بشكل خاص؟ لأهل القدس بشكل خاص. مزيدا من الصمود. إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، شكرا لكم. مرحبا. مرحبتين. كيفك عمو؟ الرضا من الله الحمد لله. عرفنا عن حالك. رمضان أبو خلف. رمضان الشهر الفضيل. اسم الشهر الفضيل، تشرفنا فيك عمو. عمو احنا برنامج اسمه بتعرف ولا لا، بنسألك أسئلة، في حال إذا عرفت تجاوب عليهم تكسب معنا جائزة، تمام؟ خيارات ولا بدون خيارات؟ لا بدون خيارات. اتفضلي. طيب من بنى سور القدس؟ سيدنا سليمان. مين؟ بس عفوا، بس خليه هو يجاوب. سليمان. مش سيدنا سليمان. السلطان سليمان القانوني. سليمان لحظة. لو سمحت جاوب. هو من السلاطين، بس الأسهم يعني السابع السادس. بس مين سليمان؟ سليمان. خليه هو يجاوب. سيدنا سليمان، يعني بدك قصدي العيلة الاسم الكامل تبعه. سيدنا سليمان السلطان سليمان ابن بدون ابن السلطان سليمان القانوني. سليمان القانوني. مبروك، صحيح جوابك. هيك بتكسب معنا جائزة مقدمة من محلات الباشا، بتروح هناك وبتختار الهدية اللي بدك إياها. شو بتوجه رسالة للشعب الفلسطيني؟ إيران، إحنا من الشعب الصامد في وطننا وفي قدسنا الحبيبة، وبنتمنى من الله إنه ترجع على كل دول العالم كمدينة مقدسة بإذن الله تعالى. إن شاء الله. شكرا لكم ولكل عاملين على البرنامج. شكرا كثير لك، رمضان كريم. مرحبا. كل عام وانتم بخير. وانت بخير. بدي اسالكم اسئله، مستعدين؟ اول شيء احنا برنامج اسمه بتعرف ولا لا، اذا جاوبتوا على الاسئله صح بتكسبوا معنا جائزه، تمام؟ عارفين عن حالك؟ آية الزغل من البلدة القديمة.
سارة أبو كويك من البلدة القديمة. ندى الكركي من البلدة القديمة. سليم نوفا من شارع صلاح الدين. من شارع صلاح الدين. طيب السؤال مستعدين أول شيء للسؤال؟ مستعدين. أوكي السؤال بيحكي قد إيه عدد أبواب الجنة؟ واحد عشان الكل يسمع. 30. لا غلط. 99. لا 7. 7 لا مش 7. عندك فكرة؟ 8. والله برافو عليك 8 صح. طيب أنت هلا كسبت معنا ورح أعطيك هلا جائزتك، بس شو بتحب تحكي للأولاد اللي بعمرك بالقدس؟ ولا شيء شو بدي احكي لهم. كل عام وانتم بخير. طيب تمام، انت كسبت معنا جائزه مقدمه من محلات الباشا للعطور بشارع الزهره، بتعرفه؟ اعطيها لاهلك واحكي لهم انا كسبت من هناك جائزه وجيبوا لي اياها. تمام؟ كل عام وانتم بخير. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. مرحبا، كل عام وانت بخير. بخير. خلي معي مش مشكله. كيف الحال اول شيء؟ الحمد لله الله يسلمك. عارفين عن حالك؟ انا من منطقة بيت لحم. طيب تمام، احنا برنامج اسمه بتعرف ولا لا، نسالك اسئله، في حال اذا عرفتي تجاوبي عنه بتكسبي معنا جائزه. تمام؟ طيب حاضر. السؤال بيحكي ما هي اقدم مدينه في التاريخ؟ القدس. ما هي أعظم مدينة؟ اقدم مدينة أريحة. أريحة، متأكدة؟ متأكدة. أكيد. طيب تمام، هيك بتكسبي معنا جائزة مادية بقيمة 100 شيكل مقدمة من مؤسسة إيليا للإعلام الشبابي. بخير. وأنتِ بألف خير يا رب. هاي صحتي الأخرية. شو بتحبي تقدمي رسالة للشعب الفلسطيني بمناسبة شهر رمضان؟ إن شاء الله ربنا بعيدهم كل سنة وهم سالمين، وربنا بيهدي بالهم وبنصرنا بوحد كلمة المسلمين أجمعين. يا رب ينصرنا على أعدائنا يا رب. لما نصبح متحدين، وحد الدم ووحد الدين، عربية إسلامية. قوموا على سهوركم، أجا رمضان يزوركم. لو حاشا الله، لو حاشا الله منك يا شهر الغفران، ولو حاشا الله، لو حاشا منك يا شهر الغفران والرحمة. طبعا حضرتك؟ اسمي إبراهيم، برهان إبراهيم، جاد الرب سنورات، وسهرات بيت المقدس في وادي الجوز من الساعة 1 صباحا إلى الساعة 3 مساء صباحا. كل عام وانت بألف خير يا رب. يا رب، ربنا يسعدك ويكون عنا وعنك شربا يعني. وبدنا نقول كلمة أخيرة. تفضل. يا حمام لما هدينا، سلم على نبينا، سلم على نبينا. مرحبا، تفضلي. مساء الخير. مساء النور. أول شيء كل عام وانت بخير. وانت بخير الله يخليكي. عارفين عن حالك؟ اسمي سارة غيث، ساكنة بحارة السعدية. طب سارة غيث، احنا برنامج اسمه بتعرف ولا لا، بنسألك أسئلة، في حال إذا جاوبت عنهم صح بتكسبي معنا جائزة. تمام؟ تفضلي. مستعدة؟ مستعدة أكيد. سؤالنا في أي عام تم اختيار القدس عاصمة للثقافة العربية؟ السؤال سهل. عادية؟ في أي عام اختاروا القدس عاصمة للثقافة العربية؟ هو إشي جديد مش كتير زمان. هي لا. القدس، لا القدس بأي سنة؟ بدنا عام. عام 1900 لا لا إشي جديد، خلينا نحكي بآخر 10 سنوات كان. 1800. إشي جديد. إشي جديد. يعني 2000 وطالع، قد إيه بس؟ 2000 قبل 10 سنوات. 2000 لا مش قبل 10 سنوات، يعني خلال 10 سنوات، بس إمتى بالضبط؟ كان 2000 وإشي. 2005. قربتي بس لا مش 2005. 7. ولا 7 بس برضه قربتي. 10. لا حظا أوفر. كل عام وأنت بخير. بتحبي توجهي رسالة للبنات اللي بعمرك بمدينة القدس؟ الله يوفقهم برضه بحياتهم، وإن شاء الله يكون هذه السنة إن شاء الله جديدة عليهم. إن شاء الله يا رب. كل عام وأنت بخير يا رب. أنت بخير الله يخليك.
مساء الخير. مساء النور. كيفكم؟ تمام. ممكن تعرفونا عن حالكم؟ أنا عدنان. وليد. عدنان ووليد. طب احنا برنامج اسمه بتعرف ولا لا، بنسأل أسئلة، إذا جاوبتوا صح على جواب بتاخذوا معنا جائزة، تمام؟ تمام. مستعدين؟ اوكي، السؤال سهل وهو عن القدس، بيحكي السؤال في أي عام تم اختيار القدس عاصمة للثقافة العربية؟ خيرات. في خيارات؟ ما فيش خيارات بس بقدر أساعدك. ساعديني. طب اوكي، إشي صار خلال ال10 سنوات الماضية وإشي قريب تقريبا مش كتير بعيد. 2014. لا أبعد شوي. معكم 3 احتمالات، هي راح واحد. 2008. والله بتصدق قربت بس مش 2008. 2007. 2006. راحت عليك لأنك جاوبت بسرعة، بس الصراحة 2009. متأكد 2009؟ طب عرفنا عن حالك. كريم أنا. كريم. طيب يا كريم كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. جوابك كان صح ورح تكسب معنا هدية لأنه قلت لك قريبة. رح تكسب معنا هدية مقدمة من محلات الباشا للعطور، بتروح بتختار هديتك من هناك، تمام؟ شو بتحكي كلمة للشباب اللي بعمرك؟ إيش يعني؟ كل عام وانتم بخير. وأنت كل عام وأنتم بخير. طب ولأهل القدس؟ قول يا وليدي قول. كل عام وهم بخير لكل الشعب الفلسطيني. كل عام وأنتم بألف خير يا شباب. يعطيك العافية. كل عام وأنت بخير. بالصحة والسلامة. ممكن تعرفين عن حالك؟ كفاية عسالة. كفاية عسيلة. أول إشي تشرفنا فيكي. إحنا برنامج اسمه بتعرف ولا لا، بنسأل أسئلة، في حال إذا كسبتي معنا جائزة، إذا عرفتي الجواب بتكسبي معنا جائزة، تمام؟ إن شاء الله. أوكي، السؤال بحكي أين يقع مخيم الجلزون؟ مخيم جلزون. ممكن أسأل جوزي. تسألي جوزك؟ لا بس إنه هو سهل، مكان بفلسطين. مخيم الجلزون بفلسطين طبعا هو. بفلسطين بس بأي مدينة؟ برام الله. لا رام الله بالضبط. هذه كسبتي معنا جائزة مادية بقيمة 100 شيكل مقدمة من مؤسسة إيليا للإعلام الشبابي. شو بتحبي توجهي رسالة للشعب المقدسي بشكل خاص وللشعب الفلسطيني بشكل عام؟ بحب أوجه لهم إن شاء الله سنة مباركة، وكلهم كل عام وهم كلهم بألف خير. وانت بألف خير بالصحة والسلامة حبيبتي. يعطيك العافية. مساء الخير. مساء النور. كل عام وانت بخير. الصحة والسلامة. ممكن تعرفنا عن حالك؟ حمود دميري من الخليل. حمود والله من الخليل، أول مرة بتوصل للقدس؟ لا والله مش باجي كثير إن شاء الله، كل ما يطلع لي تسريح يعني كل ما يجي تسريح بنطلع إن شاء الله. طيب تمام الحمد لله. إحنا برنامج اسمه بتعرف ولا لا، بنسألك أسئلة، في حال إذا عرفت تجاوب على السؤال بتكسب معنا هدية، تمام؟ إن شاء الله بعرف. تمام. من أطلق على يافا هذا الاسم؟ فيش خيارات. لا فيش خيارات. أول اسم أحمد أما بعرفش الباقي. أحمد لا، خلينا نحكي هي حضارة مش اسم شخص. أول من أطلق على اسم يافا حضارة. من الحضارات اللي إجت على فلسطين؟ الحضارة الكنعانية والبيزنطية، الرومان. يا شيء حدد واحدة. أنت حكيت على فكرة هلا إشي، حددها. البيزنط يعني؟ لا مش البيزنط، معك 3 احتمالات، تضيعش الاحتمال الأخير، بس أنت حكيتها بالأول. أنا عارف أني أول شو قلنا إحنا؟ والله ما أنا عارف شو قلت. أنا عارف نسينا مع هذا العهود. عاود عيد السؤال شو هو؟ أنا نسيت. من أطلق على يافا هذا الاسم، وهي حضارة فلسطينية أو كانت موجودة من أول القبائل اللي إجوا على فلسطين. الحضارة الكنعانية. عاد فطنت أنا. يا عمي. سؤال والله. تمام، الحضارة الكنعانية. هيك بتكسب معنا هدية مادية مقدمة من مؤسسة إيليا للإعلام الشبابي بقيمة 100 شيكل. لا ضحى، لا بنتي ضحى. مرحبا يا ضحى. احكي لهم شكرا. طب حضرتك بتحب توصل رسالة للشعب الفلسطيني بشكل عام بمناسبة شهر رمضان؟
بس يخافوا الله فالفقراء والمساكين ويراعوا ظروف الناس. يعني في ناس بتعشوا 4-5 وجبات على الأكلة، وفي ناس عايشين على اللي بكبوا الناس. بس هذا هو. طب كل عام وانتم بخير واهلا وسهلا فيكم بالقدس. أكثر يعطيك العافية. شكرا. يعطيك الف عافيه. مساء الخير. مساء النور. كل عام وانت بخير. وانت بالصحة والسلامة. عرفنا عن حالك. أنا أبو فادي السلايمة. أبو فادي السلايمة من هون؟ طيب إحنا برنامج اسمه بتعرف ولا لا، نسألك أسئلة، في حال إذا جاوبت عنها بتكسب معنا هدية. تمام؟ ماشي، حياك. ماشي. سؤال شوي صعب بس بتهيألي إنك رح تعرف تجاوبه. كم شهيد قدمت غزة في عدوان الاحتلال الأخير خلال رمضان، شهر رمضان العام الفائت؟ قبل عامين. قدمت على ما بديش عدد بالضبط بس إنه قرب لي. أكثر من 2000 شهيد. أكثر بس بدي تقرب أكثر. حوالي 2600 شهيد. لا مش فعليا، رح أعطيك كمان فرصة. هي أكثر، حوالي 2000 شهيد. 2000؟ ما هو بدي 2000 وشي، يعني بديش بالضبط بس إنه حوالي 2200 شهيد. 2200 حدد بالضبط. 2100 شهيد. 2100 شهيد أكيد. خلاص جواب النهائي أكيد يعني. طب أوكي مزبوط جوابك، هم فعليا 2147 شهيد، بس أنت أعطيتنا الرقم التقريبي وهو صحيح، فهيك بتكسب معنا جائزة مقدمة من محلات الباشا للعطور، بتروح بتصرفها هناك من المحلات. شو بتحب تحكي كلمة أخيرة لأهل فلسطين بشكل عام؟ أنا بوجه من بيت المقدس رسالة إلى العالم الإسلامي كله إنهم يتوحدوا، بكفيهم مقاتل وبكفيهم قتل للبعض، وإن شاء الله ربنا بوحد كل المسلمين في وين ما كان، مش بس في غزة، في غزة، فلسطين، وفي العراق، وفي سوريا، وفي اليمن، وفي ليبيا، وفي كل المناطق العربية. كفاكم اقتتال، كفاكم اقتتال. شكرا لك. كل عام والعالم الإسلامي والعربي بألف خير. وانت بألف خير وبالصحة والسلامة. تسلم يا رب، يعطيك ألف عافية، رمضان كريم. مش بس إلي، والقدس مش بس إلك، القدس إلنا، إحنا شبابها لازم نتحمل مسؤولية القدس ونحافظ عليها، مسؤولية كبيرة بس رح نكون قدها بإذن الله. تابعونا بكرة بحلقة جديدة من برنامج بتعرف ولا لا على نفس الموعد. كل عام وأنتم بألف خير يا رب.